أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو التعريفي عن موقعنا الجديد والأشياء اللي صارت وانضافت وصار أبديت عليه، حتى نجاوب الناس اللي يسألونا كيف نسمع للراديو بطريقة أسهل. وهذا الفيديو راح يوضح لنا كيف نستخدم الموقع الخاص بالراديو، كيف نقدر من خلاله نقدر نسمع الراديو بكل سهولة. خلونا بهذه الجولة البسيطة نمر ونشوف الموقع. مثل ما تشوفون هذا هو الموقع الخاص بينا، اللي يحب يدور عليه موجود على صفحة بالفيسبوك، وإذا ما داخل على صفحة الفيسبوك يقدر يدخل على العنوان مثل ما موضح فوق موجود هنا راديو cwr.com. والراديو بهاي الواجهة البسيطة لا زال تحت البناء وإحنا نبني بيه شوية شوية. وعندنا الواجهة الرئيسية اللي موجودة بها القائمة اللي نقدر من خلالها نتجول داخل الموقع، ابتداء من الصفحة الرئيسية والفيديوهات، بعدين الأرشيف لسماع الحلقات القديمة، وعندنا مقالات مكتوبة، وعندنا راديو اللي متواجد على مواقع عالمية تقدر انك بنقرة واحدة تروح تسمع، والبقية كيف تتواصل معنا. في الصفحة الأولى عندنا إنه نقدر نضيف تعليق يطلع مع التهنئة أو إنك أنت تشاركنا. لما تيجي أنت على الصفحة الأولى وعلى كلمة read more يعني اقرأ المزيد، إنك تدخل عليها من خلال هذا المكان، تدخل إلى الصفحة راح تشوف إنه يكون مجال إنه نحط التعليق ونحط الاسم والإيميل، ونقدر إحنا نشارك مع الموقع كنوع من التشجيع لنا في هذا الأمر. ولما نريد نرجع للرئيسية نرجع مجرد كبسة على كلمة الرئيسية ونرجع عليها من جديد. في قسم الفيديو راح نشوف أيضا عندنا فيديوهات، ومن عندها فيديو تعريفي كيف إحنا نستخدم البرنامج، أو عندنا البرامج الأخرى اللي موجودة على قناتنا على اليوتيوب. حتى تريد تشوف الفيديوهات الأكثر تقدر على المزيد إنه ياخذك إلى الصفحة اللي بيها الفيديوهات القديمة والجديدة أيضا. ومن الأرشيف نقدر إحنا ندخل على الأرشيف، راح نشوف إنه بحسب الأشهر والسنين محطوطة بالقائمة كل الأيام للشهر اللي سمعناها واللي كانت قديمة، واللي يريد يرجع لها يقدر بكل سهولة إنه مجرد ما يوقف على أي واحدة من عندهم ويشغلها تبدي تشتغل. مثل ما نسمع إحنا يبدي يشتغل الراديو اللي كان مثلا هذا لا على التعيين يوم 19 إشباط للبث الآشوري. نقدر إحنا ندخل على العربي أيضا نفس الشكل، إنه ياخذ وينطي. هذا هو طريقة السمع. هذا إذا إجينا على الأرشيف، والأرشيف إحنا كل كم شهر نطلعها من الموقع اللي خاص بالراديو ورجعه إلى صفحتنا أو موقعنا الخاص بينا حتى يكون ضمن الأرشيف. وعندنا بالنسبة للمقالات نرحب بمقالاتكم إذا تحبون إنه نضعها. مدى تشوفون إن هي مجرد نماذج إحنا حطيناها إنه ممكن إحنا ننشرها لكم، أو إحنا ننشر لأخوة مباركين وعندنا شركاء خدمة كثيرين نقدر إحنا نحط مقالاتهم ضمن هذا الموقع. وراديو مياه الراحة في المواقع العالمية مثل ما تشوفون اخترنا لكم أهم المواقع المعروفة عالميا، إنك تقدر أنت مجرد ما إنك تكبس على الصورة ياخذك إلى الموقع اللي أنت تريد تسمع الراديو، ومن خلاله تسمع الراديو البث المتواصل. بالمناسبة هذا ممكن أن يكون في الديسكتوب أو الكمبيوتر أو اللابتوب، أو ممكن يكون حتى في التاب أو الموبايلات، أي نوع من الموبايل. بعد شوية راح نعرف شلون. وتيجي على التواصل معنا إذا عندك سؤال، استفسار، طلبة صلاة، تيجي على التواصل معنا تقدر تحط إيميلك وتقدر تحط الاسم، وتقدر أنت تحط الرسالة اللي تريدها من عندنا وتعمل سبميت وتروح لعندنا توصل لنا أكيد. الشيء الأخير اللي أريد أشرحه على الموقع، الراديو اللي موجود على موقع سبريكر تقدر تسمعه من خلال هذا الأرشيف اللي موجود في نهاية الصفحة. مجرد ضغطة ياخذك إلى موقع الراديو تقدر تسمعه وكأنك أنت في الراديو. ولأنه دخلنا في الراديو راح أشرح على الواجهة الجديدة اللي راديو تغير إلها. هذا هو المسار اللي احنا نسمع من عنده. مثل كل مرة نقدر نسوي بلاي منه وتبدي تشتغل وينطينا طول الوقت مال البرنامج. وهذا هو الإعجاب
يا ريت انكم تساعدونا وتشجعونا من خلال الاعداد انك تعطوا لايك إلنا، هذه معلومات إلنا. وفي هذا القسم تقدر انك تحط مباشرة تحط التعليق، والتعليق راح يطلع عندنا مثل ما تشوفون تعليق الأخوة الناس اللي يدخلون إلنا ودا يحطون التعليق ودا يكتبون، وحتى عندنا انه دا نحط الترنيمة مع الكلمات تقدر تشاركنا بها بكل سهولة. وتقدر تشارك موقعنا من خلال هذا الزر اللي موجود، لما تفتحه يسألك وين تريد تشاركه، في تويتر أو تشاركه في الفيسبوك، هذا يرجع لك، أو أنك تنسخ الرابط وتحطه على مكان اللي أنت تريده وتنشر الراديو كنوع من الدعم لنا للخدمة. هذا من خلال الراديو اللي نسمعه من خلال هذا الموقع، ويكون سهل جدا نقدر نشوف بكل سهولة الشيء اللي تردوه موجود ومتواجد جوا ايدنا من خلال موقع واحد. اما بالنسبة اذا كان عندي الموبايل ما عندي الكمبيوتر، راح يكون عندنا شرح بعد هذا الفاصل. أخوي وأختي، مثل ما نشوف الواجهة مال التليفون راح تكون عندنا مهما كان تليفونك، إن كان آيفون أو إن كان أندرويد أو أي نوع من الأجهزة مثل التاب أو الموبايل. نيجي إحنا ندور على الراديو، عندنا عدة أمور نقدر إحنا نسويها من خلال الراديو. عندنا الموقع اللي نقدر ننزله من جوجل بلاي، اللي نعرف الواجهة إحنا نعرفها كل الزين، هاي الواجهة واللي تعلمنا عليها بالسابق، ما راح أشرح عليها كثير، لكن أنا راح أختار أنه أنا أحط في البحث مالتي راح أحط راديو CWR.com، نختار لأن أنا كنت مختارها قبل. تطلع عندنا هذه الواجهة مثل ما نشوف. نقبل هذا الأمر اللي اسمه الكوكيز، هذه أشياء تخص الإنترنت. عندنا هاي المواقع اللي موجودة جوا إيدنا، نقدر إحنا نشارك مع التويتر أو نسمع الراديو من خلال التويتر من خلال هذا الزر اللي هو يودينا إلى تويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو المواقع، وحتى الإيميل نقدر إحنا نتواجد به. في المكان اللي مكتوب عليه راديو مياه الراحة نكبس عليه يدخلنا إلى الراديو نفسه اللي هو هذه الواجهة الأساسية. لأنه موبايل فالواجهة تكون شوي أصغر، ونشوف أنه هذا هو كنوع من التجربة لما حطينا أنه نشارك بمشاركة بسيطة، وكانت المشاركة تطلع من خلال هذا الأمر. وإذا ردنا نتصفح المكان نيجي على هاي الصفحة ونكبس عليها، تطلع عندنا الصفحات اللي موجودة. نبتدي من الفيديو راح يكون عندنا الصفحة الخاصة به، تطلع الفيديوهات اللي مثل ما شفناها على الكمبيوتر. تقدر انت تشغل اي فيديو تريد، تقدر تشغله، مجرد ما تشغل الفيديو راح ياخذ مساره وحالة حال الكمبيوتر. او اذا تريد انت انك تسوي شغلة ثانية انك تريد تسمع للراديو، تقدر تسمع الراديو من خلال الارشيف. لما نكبس على الارشيف يدخل في قسم الارشيف وتطلع الواجهة قريبة كلش من الكمبيوتر. بنفس الطريقة نقدر نسمع أيضا. وإذا كنا نريد إنه إحنا نتواجد على الراديو نفسه، نقدر نروح على الموقع مال الراديو من خلال إنه لما نكبس على هذا الزر اللي هو خاص بأبديتات للراديو. لما ينزل شيء جديد لما نكبس عليه يطلب من عندنا وين نروح. إحنا نختار السبريكر لأنه هو هذا موقع خاص بهم، فندخل على السبريكر ونقول له من هذا المكان، فياخذك إلى صفحة السبريكر. نقدر نسمع البث مثل ما هذا هو بث اليوم الأول من شهر نيسان. نسمع الراديو مثل كل مرة. نقدر نكبس على الصورة من جوا حتى تنفتح عندنا الصفحة بالكامل، ونقدر من خلال التعليق أو نسوي لايك من خلال هذا المكان، أو نسوي تعليق من خلال هذا المكان. نكتب التعليق اللي عندنا ونشوف إنه الناس اللي دخلوا اللي كانوا متواجدين معنا على الموقع.
هذا من خلال التليفون المحمول نقدر إحنا نتواجد وموجودين على الموقع، وتقدر إنك تستفاد من عنده. إذا تريد من خلال بس التليفون إنك تقدر تدخل على مواقعنا، وإنت تقدر تعمل لنا كنوع من المساعدة إنك تشارك هذا الموقع من خلال فيسبوك أو تويتر أو أي مكان أنت مشارك فيه. مجرد أنك تكبس عليه ياخذك على هذا المكان اللي أنت متواجد فيه. على سبيل المثال لو جينا على الفيسبوك يقول لك تقدر تفتح هذا اللينك، أو أنك أنت تحمله، أو أنك أنت تسويه نسخ وتحطه بالمكان، أو أنك تشاركه. فإذا سوينا المشاركة راح ياخذني إنه المكان اللي أريد أشاركه وأقدر أشاركه ويكون نوع من المساعدة لنا. تقريبا شرحنا انتهى، والراديو سهل جدا إنه ندخل عليه من خلال التليفون أو من خلال التاب يطلع بنفس الواجهة تقريبا، والكمبيوتر يكون أوضح. شكرا لأجل مشاركتكم إلنا. للناس اللي شاركونا واللي لا زالوا معنا، نتمنى أن نستمر في دعم الراديو من خلال المشاركة، نشارك فيه ونشارك الآخرين به. ربنا يبارك الجميع، نلقاكم على خير، آمين.